وأرواحكم عنا جميعا، عن الأمة جميعا، عن هذا النظام العربي الذي قريب أن ينهار بسبب صمته على المجازر الصهيونية، ينهار بسبب تطبيعه المستمر. هؤلاء الذين يستقبلون زعماء الكيان الصهيوني إنهم يطعنون غزة في الظهر، إنهم مجرمون يتعاونون مع المجرمين. ولذلك نقول للمسؤولين العرب جميعا وفي مقدمتهم المسؤولين المغاربة: أوقفوا كل عمل تطبيعي، توقفوا عن استقبال المسؤولين الصهاينة لأنهم مجرمون، لأنهم قتلة. نعم سيدي أعزك الله، سيوقع أمام جلالتكم نصركم الله البيان المشترك بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل. يوقعه عن المملكة المغربية السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عن دولة إسرائيل السيد مير بن شباط مستشار الأمن القومي ورئيس مجلس الأمن القومي. نرفض أيضا كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو دفع له وتحفيز له كي يزيد في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني والالتفاف على تلك الحقوق اللي هي على كل حال الأمة الإسلامية كلها